يقبلها منك ويرحمك من الموقف هذا اللي انت تشوفه، وفي لمح البصر انتقلت لمكان آخر، مكان أسأل الله العظيم أن لا يحرمنا منه. الله لا يحرمنا من المكان اللي كنت فيه. الله يجعلنا جميعا أنه يعني نعيش في المكان هذا سواء، بس هو ما هو الجنة، ما هو الجنة. يعني حتى الملك اللي خلفي كان يقول لي هذه حياة البرزخ. يعني سبحان الله العظيم، فعلا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. بستان عجيب جميل رهيب. البستان هذا كل شيء يتكلم فيه، أوراق الشجر، العصافير تتكلم، اللهم صل على محمد، النهر الجاري. عمري في حياتي على ما شفت أنهار، سواء في سفرياتي أو في مقاطع في انستغرام أو في يوتيوب، عمري ما شفت زي النهر هذا. النهر يوم يمشي يسبح لله، جمال النهر، صفاء المويه، رائحة المويه، والله العظيم لدرجة اني رحت عند حقين كل العطور، عبد الصمد القرشي، العربية، ابغى اشم الريحة اللي شميتها في النهر. وكنت احس اني عطشان عطش رهيب، ابغى اشرب من النهر، كل ما اقرب منه ابغى اشرب منه احس انه يبعد عني، كل ما ابغى او في شيء تدفعني تردني على النهر. لين حسيت اللي على يميني هذا اللي خلفي الله اعلم هل هو ملاك، هل هو مخلوق الله سبحانه وتعالى خلقه لحياة البرزخ، الله وحده يعلم. يقول لي اسجد لله، اسجد وسبح لله. سجدت ورفعت من السجود، النهر هذا اللي كان يبعد عني كل ما اقرب منه، سبحان الله اصبحت انا في وسطه، اصبح النهر يمشي يوصل لي لين صدري، وكل ما أشرب منه ما أرتوي، كل ما أشرب منه ما أرتوي، من جماله ومن لذته ومن طعمه ما يرتوي، ما ارتويت. يعني حسيت أني شربت والله العظيم لا يقل عن 3 طن، يعني تجاوز يعني العقل البشري، تجاوز شيء يفوق الخيال، يفوق الخيال. جيت عند شجرة، أسأل الله العظيم أن لا يحرمنا من الشجرة هذيك، شجرة يعني شجرة التين، بس شجرة غير الشجر اللي شفتها في حياتي هذه كلها. الشجر يسبح لله ويتكلم، الأوراق كلها تتكلم وتسبح كلها التين لا إله إلا الله. إلى الآن والله العظيم طعمه فمي، والله العظيم أحيانا أتذكر يوم أكلتها، والله العظيم يعني الله يكرمك ويكرم السامعين، أنه رصاف فمي يعني يوصل لين دقني من اللذة، إلى الآن أتلذذها في فمي. أكلت من شجرة التين. طبعا يعني اللي شفت أشياء فوق الخيال، الخضرة غير الخضرة، خضرة الأرض، يعني شيء بستان ما يوصف، شيء صعب أوصفه. سبحان الله العظيم، فجأة لقيت نفسي فوق جبل. أسأل الله العظيم أن ينجينا من هذا الجبل ولا يجعلنا نشوفها لا في دنيا ولا في آخرة. الجبل جبل عظيم شاهق ارتفاع، يعني عمري ما شفت نفس الارتفاع هذا، وعرضه يعني على مد البصر، علما أنه نظري كان في الحالة هذه يعني فيه قوة غير طبيعية. أشوف حتى دبيب النمل، حتى يمكن أنا بين الصخرتين في البحر، والله العظيم أشوف تحت التراب، أشوف مخلوقات الله اللي تحت التراب، في دقة وقوة في النظر غير طبيعية. اللهم صل على محمد. أشوف الناس اللي تحت الجبل، سموم النار توصل لنا على الجبل، ارتفاع ما أقدر أوصفه، ما أقدر أقول 10 كيلو ارتفاع، 20 كيلو، 30 كيلو، 100 كيلو، أتوقع أكثر، شيء غير طبيعي. كل البشر اللي كانوا موجودين اللهم صل على محمد جالسين يعذبون، الله أعلم هل هم ملائكة العذاب. المهم أجسامهم زي أجسامنا، بس أيديهم طوال جدا، يمسكون الإنسان ويغرقونه، نفس البراكين اللي في الدنيا هذه بس أعظم منها بمراحل. لونها ما هو أصفر من شدة نارها،
مايلة للأحمر وأطرافها للأزرق. النار نار كذا يغطسون البشر فيها. نسأل الله السلامة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وأن يقينا عذاب القبر وعذاب جهنم ويدخلنا جنات النعيم يا رب العالمين. فكنت أسأل الملك اللي على يميني، الله أعلم هل هو ملك أو مخلوق من مخلوقات الله، أسأل أقول هذول منهم هذول اللي جالسين يعذبون؟ قال هذه نار سقر. بس قال لي نار سقر، اللهم صل على محمد، إلا حسيت نفسي في صحراء كبيرة كبيرة، صحراء كبيرة جدا، وفيها سموم الدنيا هذه ولا شيء. والله العظيم حرارة الأرض هذه اللي استشعرتها أنا ولا شيء. يعني يا ما أحيانا ولاع الواحد إصبع ينحرق كذا شيء بسيط. أقسم بآيات الله النار اللي أعرفها في الدنيا إنها تعتبر نعيم. السموم اللي كنت أحس فيها بجسمي شيء غير طبيعي، شيء لا يوصف. أنا ما أقدر أوصف الأشياء اللي هناك شفتها، أشياء الجميلة، البستان وكذا، وأشياء اللي شفت فيها يعذبون الناس، نسأل الله العفو والعافية. مع المعذرة قبل ما أكون في الصحراء بعد الجبل انتقلت لمكان ثاني، أشوف بشر ألسنتهم يعني 100 متر 200 متر 300 متر في الحدود هذه، ألسنة طويلة طويلة جدا. وأشوف ملائكة العذاب معاهم حدايد كبار يغرزونها في اللسان من أوله لين آخره. والصياح اللي كنت أسمعه إلى الآن في قلبي أشعر بالرعب فيه والله العظيم. شوف هذا من 3 أسابيع يوم يغرزونها في اللسان من أوله، يغرزون كأنهم يخيطون بحديدة كبيرة زي السلاسل، ويصيحون، أسمع صياحهم إلى الآن.